لو فاكر ان 6 اكتوبر كانت اجمد حاجة عملتها مصر في اللي ما يتسموا، يبقى اكيد ما سمعتش عن عملية الحفار. العملية دي صعبة ومستحيلة بكل معنى الكلمة، بس سبحان الله توفيق ربنا فوق كل شيء، لان من وقتها واللي ما يتسموا ما قامت لهمش قومة في خليج السويس. في مرة كده اللي ما تتسمى حبت ترازي في مصر وتذلها وتكسر عينها قدام العالم. ليه بقى؟ علشان بعد النكسة بدل ما مصر تطاطي بدأت حرب الاستنزاف، وكان الجنود المصريين كل يوم يطلعوا على سيناء يهاجموا منطقة معينة وياخدوا لهم كام حيوان منهم يقرقشوه ويحطوا العلم المصري ويرجعوا. وطبعا كلنا عارفين مين الحيوانات، بس عمرنا ما نروح نقول علشان مارك الغالي. الموضوع ده خلى منظر اللي ما يتسموا نيلة، وطلع كلام انهم مش عارفين يسيطروا. الجيش الذي لا يقهر، فقالت تلعب بالنار شوية وطلعت تصريح فجأة في أواخر سنة 1969 بأنها هتنقب عن البترول في أرضها وملكها في خليج السويس. وكانت مستنية رد من اتنين: يا إما المصريين هيقفوا يتفرجوا والبترول بيتسرق قدام عينيهم وبكده هتذل مصر وتستفيد من البترول، يا إما الدم هيغلي في عروقهم وياخدوا فوق دماغهم فيبقى لها حاجة تدافع عن نفسها وتدمر حقل المرجان البترولي الوحيد الموجود لمصر، وبكده تبقى حرمت الجيش المصري من مصدر البترول الوحيد اللي عنده وتبقى حطت على مصر اكتر. ما احنا مش مستعدين بقى، بس مصر ما نورتهمش اللي في دماغهم، رغم ان الموضوع استفزنا جدا وحاولنا ساعتها ندخل كل القوى الكبيره زي امريكا وبريطانيا، بس قالوا لنا انهم حاولوا مع اسرائيل لكن هي مصره على اللي في دماغها ناشفه واجرت الحفار اصلا بقى. فمصر ساعتها هددت ان لو العمليه دي تمت هتفجر الحفار بطياراتها، والموضوع ده هيولع الدنيا اكتر ما هي والعه. وطبعا احنا عارفين الرد اللي متقالش: كنتوا رجعتوا ارضكم الاول. المهم ان جمال عبد الناصر امر ان الحفار ده يتدمر باي ثمن، لكن المشكله ان مصر ما كانتش تعرف اي معلومه عن الحفار، لا نوعه ولا مكانه ولا خط سيره، ومن اولها كده الموضوع مستحيل، يعني زي ما تكون بتدور على ابره في مليون كومة قش. بس ده برضو ما كسرش عزيمة المصريين والمخابرات المصرية، والمخابرات ساعتها بعتت لكل عملائها في العالم يبعتوا أي معلومة مهما كانت صغيرة أو غريبة عن أي حفار يشوفوه. وبعد كام يوم بدأت توصل رسائل كتير جدا، بس ولا واحدة فيهم كانت المطلوبة. والمخابرات المصرية كانت متأكدة إن اللي ما تتسمى مش هتخلي الموضوع سهل، وهتخفي الحفار في مكان ما يخطرش على بال حد. وفي وسط ما رجاله المخابرات بيدققوا في رسائل، عينهم وقعت على رساله من عميل ليهم في كندا اسمه موريس. العميل ده كان معروف انه بيشوف اللي ورا الموضوع، بالبلدي كده دايما له قيمه ومهمه. فتحوها وكان مكتوب فيها انه شاف حفار اسمه كينتنج، وكتب شويه معلومات عن الحفار ده: حجمه، قدرته، طوله، ارتفاعه، وهكذا. وفي الاخر كتب ان الحفار ده موجود في بحيرة اسمها إيري. رجالة المخابرات بصوا على موقع إيري، والمفروض انهم كانوا يقولوا ايه الهبل ده، ارمي يا ابني الرسالة دي وشوف اللي بعده، مستحيل يكون هو ده الحفار، عشان اولا البحيرة الصغيرة دي شبه متحصرة، وثانيا علشان يطلع الحفار لازم يقطع طريق صعب جدا وطويل وفي منتهى الخطورة، فمش ممكن يكون هو ده. بس هم بقى عملوا عكس كده تماما وقالوا هو ده الحفار، وفعلا طلع هو. بس المشكلة بقى انهم لقيوا نفسهم لو دمروه بطريقة مباشرة هيدخلوا في عداوات مع 5 دول، وده علشان الشركة اللي عملت الحفار انجليزية، واللي بتملكه شركة امريكية كندية ومتأجر لاسرائيل، واللي هتقوم بسحبه في مية المحيط قاطرة هولندية. يا نهار اسود! يعني بدل ما كانوا هيواجهوا اسرائيل لقوا نفسهم في مواجهة امريكا وبريطانيا وكندا وهولندا. يا نهار اسود! اللهم صل على النبي، ده الحكايه حلاوه خالص. المخابرات المصريه قالت ان الموضوع ده لازم يتم باقصى سرعه في هدوء وسريه تامه، والرئيس قال اننا لازم ما نسيبش ورانا اي دليل او طرف خيط يقول اننا ورا الموضوع ده. طبعا العالم كله هيكون عارف ومتاكد ان مصر اللي عملت كده، بس طالما ما فيش دليل يبقى ما حدش له حاجه عندنا، واللي يعرف يوقفني فرج. المشكله التانيه اللي ظهرت بقى ان ما حدش في المخابرات عنده اي خبره في الحفارات، على الحديده يا بيه. وهنا تحديدا ظهر توفيق ربنا. العقيد انور عطيه
قائد عملية الحفار بدأ يدور على أي معلومات، وراح للمهندس علي والي رئيس هيئة البترول في الوقت ده، وقال له إنه مهندس بحري وبيعمل رسالة ماجستير عن السفن وناقصه شوية معلومات عن الحفارات البحرية. وراح المهندس علي واتصل على مدير شركة اسو للبترول في القاهرة وطلب منه يساعده. ولما راح له العقيد ودخل مكتبته المليانة كتب عن كل الحفارات الموجودة في جميع أنحاء العالم، لقى فيها كتاب مخصوص عن الحفار كانتنج واحد بمواصفاته ومقاساته وصورة ليه. وقتها العقيد ما قالش غير سبحان الله، عشان أمريكا كانت بتساعد بنتها المدللة اللي ما تتسمى ومقفلة الدنيا علينا. والراجل اللي ساعده وحل أزمة كبيرة لمصر من غير ما يدرك كان أمريكي الجنسية أصلا. واتحط ساعتها 5 خطط للعملية دي. الأولى كانت إنه هيتم اختيار مجموعة من الضفادع البشرية وهيفجروا الحفار بألغام طورتها القوات البحرية المصرية، ولا من شاف ولا من داف. التانية هيستدعوا واحدة من سفن الصيد المصرية وهيطلع عليها طاقم الضفادع البشرية والألغام، ويتتبعوا الحفار لاسلكيا في المحيط، وأول ما يدخل أي ميناء هيدخلوا وراه ويلغموه. التالتة بقى كانت عبارة عن إنهم هيأجروا يخت في الميناء اللي هيكون فيها الحفار، وهيعملوا حفلة كبيرة على اليخت، وفي وسط الحفلة دي هينزل أفراد الضفادع ويلغموا الحفار. أما الخطة الرابعة فكانت هتتنفذ في حالة فشل الخطط التانية، وإن الحفار هيكون هرب منهم، وفيها كان هيتم ضرب الحفار بمدافع الRPG أول ما يدخل البحر الأحمر. والخطة الخامسة ودي برضو كانت بلان بي، وهي إن لو كل اللي فات ده منفعش كانت هتخرج طيارة مصرية متمركزة في ميناء عدن في اليمن وهيتم ضرب الحفار بالطيران. حلو جدا، حطينا الخطة واخترنا الأشخاص، التنفيذ بقى هيكون فين؟ لا معرفش، انا بحط خطط بس. المخابرات المصرية ما كانش عندها فكرة الحفار هيقف فين ولا حتى التنفيذ هيتم فين، بس بعد شوية حسابات كده المخابرات حطت 3 أماكن على الخريطة المفروض ان الحفار يقف فيهم علشان يتزود بالوقود، وهي ميناء داكار في السنغال، وميناء لاجوس في نيجيريا، وميناء أبيجان في ساحل العاج. دلوقتي خمنا خط سير الحفار، هندخل بقى المتفجرات والصواريخ وبدل الضفادع البشرية للدول دي ازاي؟ اصل اللي ما تعرفوش ان دول افريقيا في الوقت ده كانت موالية للغرب جدا، ويدوب مصر كانت بتصلح علاقتها معاهم، فأكيد لو شمت خبر بس باللي مصر عايزة تعمله وتتعدى على حدودها وسيادتها، الموضوع هيكبر والدنيا هتبوظ. كتير مننا كان مفكر ان قلب الأسد هو ريتشارد، بس قلب الأسد ما طلعش ريتشارد. وهنا بدأ يظهر دور قائد العملية الميداني محمد نسيم، واللي اتلقب بقلب الأسد لأنه بيعتبر واحد من أكفأ ضباط المخابرات العامة. محمد نسيم كان هو المسؤول عن نقل المتفجرات واللبس، والحقيقة إنها كانت مغامرة تستحق تتعمل فيلم. محمد نسيم قال إنهم عرفوا من مصادرهم إن الحفار هيقف في السنغال، فبسرعة اتحرك كل الأفراد ووصلوا بأمان، بس للأسف العملية اتلغت علشان الحفار اتحرك فجأة، وكل الأفراد رجعوا على القاهرة إلا محمد نسيم. كانت حركته محسوبة جدا بسبب المتفجرات اللي معاه، ووقتها ما كانش فيه طيارة مباشرة من السنغال لمصر، كان لازم ياخد طيارة لدولة أوروبية الأول، وبعد ما نزل في فرانكفورت في ألمانيا اتفاجئ إنه حصل هجوم على طيارة ألمانية من المقاومة الفلسطينية، وفي رحلات اتأجلت، وكل الرحلات لمصر اتلغت. والأمن كان بمجرد ما بيلمح واحد عربي بس بيقوم معاه بالواجب، فتخيلوا بقى لو عارف إنه معاه متفجرات، ده لو حلف على المايه تجمد إنه مش إرهابي محدش هيصدقه والعملية هتبوظ. المهم إن محمد نسيم عارف يقنع الأمن اللي شك فيه في المطار إنه دبلوماسي ومعاه ورق مهم ومستني أي رحلة لمصر، وفضل في حماية الأمن الألماني لحد ما عاد طيارته لأثينا. ولما وصل أثينا اتفاجئ بطيارة إسرائيلية نزلت في المطار، وكان خايف الشنط تتبدل، فدخل المخزن وادى الحارس فلوس علشان ياخد الشنط. وبسبب الحركة دي عرضت العملية للخطر، وخاصة ان الامن جه ساعتها وكان مصمم يفتح الشنط ويشوف فيها ايه. وللمرة التانية قدر محمد نسيم انه يقنعهم انه دبلوماسي وان الشنط فيها ورق مهم جدا وخايف تتبدل. وهنا السؤال بيطرح نفسه، ازاي قدر محمد نسيم يعدي بكل المتفجرات دي في كل المطارات دي، وازاي قدر يقنع الامن بالسهوله دي؟ خليني اقولك ان الموضوع ما كانش سهل ابدا، وخاصه ان محمد نسيم كان شايل 4 متفجرات، كل واحده فيهم 16 كيلو من ماده TNT شديده الانفجار، ده غير 6 اقلام تفجير حساسه جدا قادره تنفجر من اي احتكاك. يعني لو اي حد فتح الشنط
وحط ايده هيعرف اللي فيها. بس المخابرات المصرية كانت عاملة حسابها وغطت الألغام دي كويس جدا بمادة تمنع أي أجهزة من كشفها، وأقلام التفجير كانت جوه علبة أقلام حلوة جدا محطوطة في جيب الجاكيت. زيادة على كده إن مصر كان ليها عيون ومساعدين في كل مكان، وقدروا إنهم يساعدوا محمد نسيم يعدي من التفتيش، ده غير الجواسيس اللي مش مصريين واللي كانوا بيبعتوا الأخبار أول بأول. وحتة إنهم مش مصريين كانت نقطة قوة لمصر، عشان عدم وجود مصريين طمن إسرائيل اللي كانت نشر جواسيسها بيدوروا على أي حد مصري علشان يعدلوا الخطة ويظبطوا خط سير الحفار، وما كانتش تعرف إن مصر بتعمل في صمت، وإن ده هدوء ما قبل العاصفة. المخابرات المصرية فضلت تعمل حسابات ودراسات تانية وخمنت كام مينا تاني اعتمادا على سرعة الحفار اللي كانت 1.8 كيلومتر في الساعة، وبدأت تدور على الحفار في أكتر من مينا ولقيوه في ميناء أبيجان في ساحل العاج. أفراد العملية اتحركوا بسرعة على ساحل العاج يوم 6 مارس سنة 1970، وقرروا إنه لازم يتم تفجير الحفار في نفس اليوم، لأن يومها كان في موكب من رواد الفضاء الأمريكيين بيزور أبيجان، والسلطات المحلية كانت ساعتها مشغولة بتأمين الموكب والضيوف على حساب المرافق البحرية، وهم أصلا مش ضامنين إن الحفار يفضل اليوم اللي بعده. ومن ناحية إسرائيل ميناء أبيجان كان لقطة علشان معظم اللي متواجدين في المنطقة أمريكان وأفراد الموساد ودبلوماسيين من دول تانية، يعني المكان أمان. خش يا شابة برجلك اليمين. العملية دي كانت المفروض تتم ب8 أفراد، لكن قبلها بساعات قرر محمد نسيم ينفذ العملية دي ب3 رجالة بس، عشان لو حصل أي حاجة ما تكونش الخسائر كبيرة. وخرجوا يوم 7 مارس الساعة 5 الفجر، وكان وقت المهمة ما بين 55 ل 65 دقيقة. لو اتأخروا عن كده يبقى حصلت مشكلة والعملية باظت. بس بتوفيق ربنا ولحسن الحظ الضفادع البشرية قدرت انها تنفذ المهمة دي قبل الوقت اللي محددينه كمان، وبعدها خرجوا وركبوا الطيارة اللي طالعة على باريس، والساعة 8 بالدقيقة سمعوا احلى خبر كانوا مستنيينه. بوم! انفجار الحفار اللي كانت جايباه اسرائيل علشان تذل بيه مصر، وانه تحول لخردة. وبعدها بعت محمد نسيم رسالة للرئيس جمال عبد الناصر بيقول له فيه مبروك الحج، وعلشان كده اتعرفت العملية دي كمان باسم الحج. ومن الوقت ده لو عين إسرائيل جت في عين مصر كانت بتبص في الأرض. قولوا لنا بقى حابين تعرفوا ايه في الحلقات اللي جاية؟ مستنية ردودكم في الكومنتات. كانت معكم شروق السرفي في برنامج الحكاية من البداية.